خليه يعرفوا السيد الوالي، نخرج من الجانب الرسمي لو تكرمت. الأكلة المفضلة لك في شهر رمضان ما هي؟ ربما الأطباق المفضلة، ولا أدري يعني يومك كيف تعديه. يعني على بالي عمل أنت مطالب أنه أنت كذلك شفتك، يعني رانا الآن سجل في ساعات متأخرة من الليل للأمانة، فقط للإخوة راهم يتابعوا فينا. لكن خلينا نعرف سيد الوالي كيف يقضي يوم رمضان، وما هي ربما الأطباق اللي يشتهيها في هذا اليوم وفي هذا الشهر رمضان. شكرا أخي سمير. فبالنسبة لشهر رمضان يعني الأيام نتاعي فلا هي تقريبا يعني تبدأ على الساعة 8:30 أو 9، وتنتهي يعني تقريبا في بعض الأحيان مع أذان المغرب. يعني صح. العمل يعني اليوم بكامله تقريبا يعني في حالات شاذة يعني لنخرج في أوقات شوية بكري، ولكن في غالبية الأحيان يعني نخرج من المكتب نتاعي في أحسن الظروف نصف ساعة قبل أذان المغرب. صح. وبصفة عامة يعني بالنسبة للأكل يعني ما كانش أمر مفضل، فما أريده أنا من الشرق الجزائري، وإحنا في الشرق نديروا الشوربة الشوربة صح. في رمضان، و جو سوي تري اكزيزون يعني وماتير تاع الشوربة، يعني نحرص باش الزوجة دير لي شوربة مليحة. الله يحفظها إن شاء الله. وتقريبا يعني هذا ما أريد. يعني الأمور الأخرى كاين الشوربة وكاين الزلابية، هذو جوج حوايج نحبهم بزاف. والأمور الأخرى يعني عادي، أي أكل نجدو ناكلو ما في حتى إشكال. بعد يعني الفطور مباشرة يعني نروح للمسجد نصلي صلاة العشاء والتراويح يعني مع المصلين، وبعد الصلاة في غالبية الأحيان يعني نقعد مع الإمام والمشايخ هناك يعني حوالي 10 دقائق أو ربع ساعة، وبعدين نعود إلى البيت يعني نشرب كذلك يعني شوية حليب وشوية تمر ولا، وننام نرقد، ومن بعد نصلي الصبح ثاني كيف كيف، نعاود نرقد واحد الساعة ولا، ونجي للعمل تاعي. هذه يعني اليوميات نتاعي تقريبا بصفة دائمة يعني خلال كل شهر رمضان. الله يجازيك سيد والي، أولا نشكرك جزيل الشكر. كان هذا أول لقاء بكل صراحة لوالي من ولايات الجمهورية، يعني في رسالة موجهة لأبناء جاليتنا. وعندما أقول وهران يا جماعة ليست ككل ولايات بكل صراحة، هذا إقبال كبير. نشكر السيد الوالي، وكذلك نستغل هذه الفرصة إخواني أخواتي أن نهنئ الأمة الإسلامية جمعاء وكل الجزائريين والجزائريات بقدوم هذا الشهر العظيم. فنقول لكم جميعا إخواني أخواتي رمضان كريم، وكل عام وأنتم بألف ألف ألف خير. ونشكر السيد الوالي كذلك على هذه الالتفاتة الطيبة. شكرا.